الحلقة السادسة من برنامج عهد مع الحسين. نسلط الضوء في هذه الحلقة على رجل ثبت على طريق الحسين ووقف مدافعاً عن الدين والمذهب والوطن، رجل جمع بين الولاء الحسيني وروح الجهاد ونفس الخدمة الصامتة. ضيفنا هو الزائر الخادم جاسم لطيف الجابري أبو أحمد، خادم موكب الشهيد ليث البراهمي، ومن أعمدة خدمة صلاة الجمعة في الناصرية الفيحاء، وأحد رجالات المقاومة الصامدة ضد الاحتلال الأمريكي. مسيرة ناصعة في خدمة الدين والمذهب، فارس منذ شبابه التحق بركب المدافعين عن الحق والعقيدة، وشارك في صفوف المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الأمريكي، مؤمناً أن الدفاع عن الأرض والعقيدة هو امتداد لخط الحسين عليه السلام. لم يكتف بالجهاد العسكري، بل واصل جهاده الخدمي والديني، فخدم صلاة الجمعة المباركة لأكثر من 15 عاماً في التنظيم والترتيب وخدمة المؤمنين، وكان فيها صوتاً هادئاً لكنه راسخ. مسيرته الحسينية الخالدة، فخادم ثابت في موكب الشهيد ليث البراهمي، يخدم الزوار بكل تواضع ومحبة، ويشارك في تقديم الطعام، السكن، وتسهيل الطريق للوافدين نحو كربلاء. لم تنحصر خدمته في مواسم معينة، بل كان حاضراً في كل نداء إنساني، مشاركاً في حملات الإغاثة، توزيع السلال الغذائية، ورعاية الفقراء. شخصية متواضعة ولكنها عميقة الولاء، حمل هم الدين بيده، وخدمة الحسين بقلبه، وخدمة المجتمع بعقله ووقته. هو من رجال الفيحاء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مزج بين مقاومة المحتل وخدمة الزوار ونصرة الصلاة ووفاء المنهج. لم يطلب جزاء ولا شكورا، بل جعل كل ذلك عهدا مع الحسين. تقبلوا تحياتي. الإعلامي محمد جواد. عهد مع الحسين. انتظرونا في الحلقات القادمة، فما زال بيننا رجال لا يعرفهم الإعلام، لكنهم معروفون عند صاحب الطف عليه السلام.